بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الموحدين، أما بعد. بإذن الله يا إخوتي، سنتكلم في هذا الفيديو على ليه إسلامنا ما بقاش يسطورنا. ممكن اللي يكون يعني العنوان يشد شوية، ولكن دوت اللي هيظهر معانا إن شاء الله في المحاور التي سنتكلم عنها إن شاء الله. فنخش على طول كده في الموضوع ونقول يا جماعة، حد فيكم شاف قبل كده واحد لابس قميص غالي جدا كده وبراند ومعروف وهكذا يعني، بس هو لابس القميص ده بالمقلوب وماشي بيه وسط الناس بكل ثقة؟ أكيد شكله هيبقى مضحك بدون جدال يعني. هنقول عليه اللي هو مش واعي للي هو عامله في نفسه. بعض الدعاة أسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم لخص حالنا دلوقتي في كلمة توجع جدا، إن الإسلام عامل زي الثوب، الهدوم يعني، القميص يعني، اللي عاوز يلبسه يلبسه، بس المصيبة مش في اللي قلعه. المصيبة مش في اللي قلعه، لأنك باين، لأنه باين إن هو عريان أصلا. تاني، الإسلام دوت عامل زي القميص، اللي عاوز يلبسه يلبسه، بس المصيبة بقى مش في اللي قلعه، لأن اللي قلعه دوت هو معروف إن هو عريان كده يعني. أما المصيبة فين؟ المصيبة في اللي لبسه ولكن بالمقلوب، بيعمل بيه ظاهريا زي ما هنشوف بإذن الله. يعني واخد الدين ده زي القشرة، واخد المظاهر، واخد اللحية، واخد الأعمال الصالحة، واخد الصلاة، واخد وهكذا، بس القلب والجوهر مش مظبوطين. القلب والجوهر في ظلام دامس لا يعلمه إلا الله. المشكلة بقى في القميص ده، لو سترك قدام الناس أقسم برب الكعبة ما هيسترك قدام ربنا. لو سترك قدام الناس في الدنيا بكلمتين أو بشكل، فمش هيسترك في الآخرة قدام ربنا، لأن الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قلوب العباد مش للقميص اللي انت لابسه. ده محور ده يعني، دي نقطة اللي هي اسمها الثوب المقلوب. خش النقطة الثانية وسميتها الجبل والعجلة. بمعنى، في ناس النهاردة خايفة على الإسلام، وناس تانية فاكرة إنها لما تهاجمه هتهده. أنا بقى بقول لك إن الإسلام ده يا ابني جبل راسخ شاهق لا يقدر عليه أحد أبدا. أنت عمرك شفت حد بيدافع عن الجبل عشان خايف مثلا إن الجبل دوت الهوا يطيره؟ أكيد لأ. هو دوت اللي بيحصل بالظبط. احنا بندافع عن الطريق اللي بيوصل للجبل علشان الناس ما تكعبلش وهي رايحه له. يا رب تكون الحته ديت بس نفهمها، اللي هو ده اللي بيحصل، ان الاسلام دوت والله جبل راسخ شاهق لا يقدر عليه احد. فانت عمرك شفت بقى حد بيدافع عن الجبل عشان خايف عليه من الهوا مثلا ان هو يطيره؟ لا. فاحنا مش بندافع عن الجبل، احنا بندافع عن الطريق اللي بيوصل للجبل ده عشان الناس ما تتكعبلش وهي رايحة وتذهب إلى طرق تانية لا تودي إلى هذا الجبل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبرنا عن الحديث أنه فيما معناه يعني أن سيكون دعاة على أبواب جهنم، دعاة اللي هم يعني. وكمان في آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا، ده عنده لحية، لا ده بيلبس جلابية، لا ده بيتكلم أحيانا بقال الله وقال الرسول، ولكن يستخدمها في الطريق الخاطئ. فيجب أن نحذر حولنا مع من نتكلم. فقلنا كده أن الجبل والعجلة. خلصنا الجبل هو الإسلام، والعجلة بقى. والإسلام ده يعني عامة كده، الإسلام عامل زي العجلة زي ما قلت لك كده، اللي بتلف بقوة جدا وهي ماشية في الطينة. أحيانا بيتعلق فيها شوية أذى، شوية تراب، شوية يعني اللي هي القذورات دي، بس هي من قوتها بتنفض كل ده وتكمل. فالعيب مش في العجلة، العيب في السواق اللي بيحاول يحود بيها يمين وشمال بعيد
عن اللي ربنا عايزه، بعيد عن اللي ربنا عايزه. فالإسلام شمس، أقسم بالله يا جماعة، شمس لو غابت عن بلد النهاردة يعني هتطلع في بلد تانية بكرة بإذن الله. ف يعني وعلى فكرة دوت برضو في فائدة، عقيدة الاستبدال هنا، عقيدة الاستبدال، إن الله عز وجل يستبدلك بأحد آخر في مهمة في الدين. فلذلك اجعل دعائك يا أخي اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. وهكذا الإسلام ينتشر في أوروبا وفي بلاد الغرب وفي بلاد أفريقيا، وبلاد أفريقيا، ويعملون للدين أكثر مننا. لذلك يجب علينا أن ندعو الله عز وجل ونجتهد أن الله عز وجل لا يستبدلنا. دي نقطة هي الجبل والعجل. النقطة الثالثة اللي أنا برضو سميتها إن الدين مش بس سبحة وسجادة ونقطة. وأكيد أنتوا عرفتوا أنا هتكلم عن إيه. عارفين ليه الإعلام بيحاول يورينا إن الدين ده شوية أخلاق وطيبة وعامل جارك كويس والحاجات الحلوة ديت، فاهم؟ وبس الإعلام بيظهر لك كده، مالكوش دعوة بمعاملة الناس، مالكوش دعوة بكذا. الدين دوت علاقة ما بين العبد وربه. إيه ده؟ أصلا إن كلمة إن العلاقة ما بين العبد وربه ديت أصلا، يعني قال بعض الدعاء إن هي جاءت من النصرانية، كلمة إن الإسلام بين العبد وربه أبدا. فنخش بس عشان ما نروحش بعيد، لو قلنا إن الإعلام بيصدر لنا دوت إن الإسلام طيبة وأخلاق أخلاق، حتى أنا في الآخر هقول لك وبس كده، يعني اللي هو أخلاق وطيبة ومعاملة الناس حلوة وصدقة هنا وصدقة هناك وأعمال خير ومائدة رحمن وبس. عشان الإسلام لو بقى نظام حياة هيعدل الميلة وهيكتشف الغلط وهيكتشف الفساد اللي هم نفسهم اللي رافضين ان هو يتدخل بيعملوه، رافضين ان الإسلام يتدخل في نظام الحياة عامة، هيكشف فسادهم. فالإسلام نزل عشان يصلح الدنيا والدين مع بعض. لو حبست الدين في الجامع الدنيا هتبوظ كلها، ولو خدت من الدنيا وسبت الدين روحك هتروح في داهية. وبعض الدعاة كان يقول برضو إن أكثر من يعني نقطة طريفة جدا، يعني إن أكثر الناس اللي هم رافضين حد الزنا أو حد قطع اليد، يا إما هو زنى أو سرق، يا إما عنده حد زنى أو سرق خايف عليه اللي هو يتطبق هذا الحد فيه. فمفيش أي حد هيرفض إلا اللي هو عارف إن دوت هيحصل فيه، وإلا فليه هيرفض أصلا؟ ليه هيرفض؟ ديت برضه من الطرائف يعني. فخلصنا النقطة إن الدين مش بس سبحة وسجادة. النقطة الرابعة أنا أعتقد أنت بتزعل لمين؟ تعالوا نوزن إيماننا بميزان بسيط قوي، ألا وهو الغضب. لما حد بيغلط فيك أو في عيلتك أو في أي حد من قرايبك، أكيد دمك بيفور وبتبقى اللي قدامك ده بتبقى عايز تاكله بسنانك. طب لما بتشوف حدود ربنا بتنتهك بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ او حد بيستهزئ بدينك بتحس بايه؟ سيدة عائشة قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى يعني انه يعني مش عارف اجيب اللفظ كويس، ولكن من يعني ايه وجهه عبس او وجهه او غضب عامه، يعني او غضب الا لو حد انتهك حرمات الله عز وجل. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ابدا، كان يغضب لله ولاجل الله ولاجل دين الله عز وجل. فانت بتغضب لمين؟ بتغضب لنفسك اكتر من دينك، ولا انت ما بتغضبش لدينك اصلا؟ لا حد بيسب الدين، لا حد بيشتم بالأم، بيستهزئ بدينك، لا حد بيعمل كذا كذا كذا. ما بتروحش حتى اللي انت يعني ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اما باليد يا اما
باللسان يا اما بالقلب. انت ممكن ما يكونش في اي حاجه من الكلام دوت عندك، ولا بتنكر بلسانك ولا بتنكر بايدك ولا بتنكر بقلبك. انت اصلا عدم النهي عن المنكر دوت بيودي في داهيه لوحده. لو انت اصلا مش يعني ايه، ما بتنكرش بقلبك اللي هو اخر حاجه. حتى في الحديث قال وليس بعد هذا من الايمان شيئا، يعني ما فيش ايمان بعد كده لو انت ما انكرتش بقلبك. فيجب ان نغضب لله عز وجل. يجب ان وجهنا يعبس في وجه، دي اقل حاجه، في وجه من يعصي الله عز وجل ومن ينتهك حرمات الله عز وجل. ده الميزان، ده الميزان. الإيمان والأمان، الإيمان والأمان الاتنين إخوات. لو ضاع الإيمان الأمان هيضيع وراه. والولاء الحقيقي يا أخي لازم يكون لربنا. المسلم اللي بعيد عنك في آخر الدنيا، في الفلبين، في تركستان، في كشمير، في فلسطين، في سوريا، في يجب أن تعلم أنه أقرب لقلبك إن كنت مسلما حقا، هو أقرب لقلبك وأقرب لحبك أكثر من اللي هو ابن أمك وأبوك، أخوك اللي في البيت، اللي هو أخوك اللي في الفلبين دوت، وأخوك اللي هو المسلم اللي في الصين دوت، وأخوك اللي هو في إيرلندا. أخوك ده أخوك أكتر من أمك من ابن أمك وأبوك، لو كان أصلا أخوك دوت كافر. يعني أديك مثال، لو كان أخوك كافر، لو كان أبيك وأمك من الكفرة دوت أقرب إليك من أبوك وأمك. ليه؟ لأن ده بيجمعك على لا إله إلا الله، دي اللي بتجمعك. الولاء والبراء يا إخوة، الولاء والبراء، أن توالي كل من أطاع الله ورسوله، وأن تبغض كل من عصى الله ورسوله. من كفر، أقصد من كفر بالله عز وجل. الولاء أن توالي من والى الله ورسوله، وأن تتبرأ من كل من كفر بالله عز وجل. الختام يا إخوة، والله إن الإيمان ده هو الحياة. في الآخر لازم نفهم إن الإيمان ده هو اللي بيخلي العقل يشتغل صح. والله أضعف عقل في الدنيا يقدر يوصل للي خلقه، لأن ديت الفطرة أصلا، ديت الفطرة اللي هو في أكثر. يعني الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما مولود كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه وهكذا. فكله عارف هو ربنا فين، كله عارف ربه فين. أضعف عقل في الدنيا يقدر يوصل للي خلقه. فالإسلام والله حياة، والكفر بالله هو الموت الحقيقي. وليس الموت أن تدفن في القبر فقط، بل الموت أن يموت قلبك وأنت حي. فكل ما إيماننا ينقص كل ما بنمرك ونختلف ونضعف. الله عز وجل قال استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لما يحييكم. إذ دعاكم لما يحييكم. هم ميتين أصلا، هم ميتين لأنهم كانوا في الكفر. والله عز وجل أحيانا بالدين، والدين مش حمل تقيل علينا، والله هو اللي شايلنا. ففكر في ثوبك، فكر في قميصك، اعدله كده ونضفه والبسه صح عشان تستر نفسك بجد. الله المستعان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.